المرشحين لرئاسة الجمهورية عبد الفتاح السيسي وحمدين صباحي بالفيوم نشاطهما في إطار حملات الدعاية لكلا المرشحين بعقد المؤتمرات والاجتماعات مع كافة القوى السياسية المختلفة، وذلك مع بدء العد التنازلي لإجراء عملية الاقتراع. في إطار الحراك السياسي الذي تشهده مصر حاليا مع قرب إجراء الاستحقاق الثاني من خارطة الطريق، وهو انتخابات رئاسة الجمهورية والتي بدأ العد التنازلي لها، نظمت حملتي السيسي وصباحي عدة مؤتمرات لشرح برنامجي مرشحيهما، حيث نظمت القبائل العربية بالفيوم مؤتمرا حاشدا لدعم المشير السيسي ضم حوالي 4000 مواطن على ضفاف بحيرة قارون. تناول المؤتمر مراحل حياة المشير وإنجازاته السابقة، وحث المؤتمر جموع الأهالي بمحافظة الفيوم على النزول يومي 26 و27 للإدلاء بأصواتهم. والفضل ليه ان عبد الفتاح السيسي راجل من رجال القوات المسلحه، المؤسسه المصريه، الجيش المصري، ابن مصر، اخواله مصريين، اعمامه مصريين، وهو من رجال المصريين. وتحيا مصر، تحيا مصر. نقيب شرف القوات المسلحه بالمعاش. احنا جينا النهارده ان شاء الله حضرنا المؤتمر بتاع القبائل ولقيناه فعلا مؤتمر بيشرف ومؤتمر فعلا الناس دي فعلا تسوى ملايين ما يكفيهاش ملايين الجنيهات. وقفوا فعلا وعملوا مؤتمر كويس وبيدعموا المشير عبد الفتاح السيسي، واحنا وراه ليل نهار وهندعمه ليل نهار. وعلى الجانب الآخر نظمت حملة السيد حمدين صباحي سلاسل بشرية بالشوارع، وذلك لشرح برنامج مرشحها، وذلك بالتعاون مع حزب الدستور والكرامة والعدل. كما قامت حملة حمدين بعمل بوابات وملصقات في الشوارع، كما عقد عدة ندوات باستاد الفيوم الرياضي اللي هي حملة طرق الابواب وسلاسل بشريه في السواقي وفي المناطق الشعبيه، اساس ان احنا بنعرف المرشح بتاعنا للناس اللي هم ولا بيتفرجوا على تلفزيون ولا على كمبيوتر ولا بيقروا جرايد. بنحاول نتكلم معاهم ونحاول نحتك بيهم ونعرفهم اهداف الحمله ايه والمرشح ايه اهدافه وبيستقصد مين بالظبط نتعامل معاه، اللي هم الناس اللي هم الغلابه اللي هدف الحمله اصلا وعيش وحريه وعداله اجتماعيه. طب بالنسبه لاهالينا في القرى ايه اللي بيتم معاهم بالنسبه ان في كميه كبيره اميه؟ احنا بنحاول ان احنا بنعمل يعني زي ما تقول حضرتك حملات مجاميع، بنتعامل مع القرى، بنروح مثلا بعض القرى اللي زي ما تقول حضرتك في الصعيد الجواني قوي. ابتدينا في كل المراكز واشتغلنا فيها، وابتدينا هنا في المركز الفيوم واشتغلنا فيه، وابتدينا دلوقتي نطور ادائنا، بننزل بمسيرات في الشارع، بنوزع فلايرات وبنعرف الناس بتاريخ حمدين وبالبرنامج الانتخابي بتاع حمدين، لان هو ده الفيصل معانا، هو ده المعركه الانتخابيه، ان احنا نوصل للمواطن لحد مكانه، سواء في عمله، سواء في محله، سواء في الشارع، سواء بيركب مواصله. تعرفوا طبعا البرنامج بتاعه؟ طبعا بنعرفه البرنامج وبنقف بنفتح حوارات مع الناس. أيام قليلة تفصلنا عن العرس الديمقراطي الكبير حتى تستطيع مصر أن تخرج من النفق المظلم الذي تشهده حاليا. نظم عدد من الأحزاب والقوى